السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة بطاطس طبيخ. وهقول لكم ازاي ان انت لو عندك رز تقدري تخزنيه من غير ما يسوس ولا يجرى له اي حاجة. اول حاجة كده انا جبت شوية الرز اللي كانوا موجودين عندي، وابتديت ان انا اهزهم بالمنخل السلك ده، عشان لو في رز متكسر او اي حاجة او طوب صغير اي حاجة موجودة فيه بتنزل بالشكل ده كده. اخلصه كله بالشكل ده، هزه كله كده وانضفه، وبعد كده هبتدي ان انا انقيه. هبتدي ان انا ايه، لو لقيت فيه طوبة بقى كبيرة كده، لقيت فيه رز، بيبقى فيه رز شعير يعني رز مش متقشر، فابتدي بان انا بشيله برضو. وبعد كده بجيب الملح الخشن، وابتدي ان انا ارش عليه كده شوية، وابتدي ان انا اعبيه في حاجة تكون متهوية، شكارة بقى من بتاعة الرز، او كيس من اللي هو القماش ده. لو ما عندكيش ده ولا ده، ممكن في كيس مخدة يكون قديم، يكون قطن كده، وتبتدي ان انت تعبي فيه الرز وتخزنيه ولا يجرى له اي حاجة خالص. الملح بحافظ عليه ان انت ما تلاقيش فيه سوسة ولا دودة ولا اي حاجة خالص، بيبقى نضيف كده وجميل. وطبعا انت منقياه ومظبطاه، فكده بيسهل عليك ان انت لما تحتاجي ان انت تطبخي منه يبقى جاهز على طول. تمام كده، طريقة سهلة جدا اهي وبسيطة. هوريكم بقى الملح اللي انا استخدمته، اللي هو الملح الخشن، او ببتدي اخده واحدة واحدة كده وانقيه. هوريكم بقى الحاجات اللي انا بنقيها منه اهو. طوبة بقى، قشرة من بتاعة الرز، رزاية كده متغلفة لسه شعير يعني. فاي حاجة زي كده بتنضفيه وتظبطيه وتعملي زي ما انا قلتلك شوية ملح خشن، وتبتدي ان انت ايه، تقلبيه فيه وتشيليه. الملح ما بيأثرش بقى في اي حاجة، يعني بتيجي تغسليه ما تيجي تطبخيه، بتغسليه وتستخدميه عادي كده. بص، الملح الخشن بتلاقيه عند اي عطار، وتقدري تجيبيه وتستخدميه. فيديو بسيط بتاع النهاردة، حتى البطاطس النهاردة كده حاجة كده خفيفة وبسيطة. وفي ناس كتير بتعرف تعملها، وفي ناس كتير برضو ما بتعرفش تعملها، فأكيد يعني في ناس هتستفيد منه إن شاء الله. في أكلات بسيطة جدا جدا، وفي نفس الوقت ناس كتير ما بتعرفش تعملها، فأنا بحاول إن أنا أعمل أكلات بسيطة وسهلة، وإن أنا أوصلها لأي بنت لسه متجوزة جديد، أي واحدة مخطوبة وبتحاول إن هي تتعلم الطبيخ. فاهمين قصدي؟ هقول لكم بقى الأول هنعمل بطاطس كده بقى إزاي. كده خلاص الرز يعتبر خزناه، ووريتكم الرز الشعير اللي بنلاقيه فيه والطوب الكبير ده. وكده عبيته بقى في الكيس القماش ده، وخلاص على كده هشيله. اجي استخدمه بجيبه وبغسله واستخدمه عادي جدا، بس بحافظ عليه، لان انتوا زي ما انتوا شايفين الجو حر جدا فايه، والحاجة غالية جدا، فلازم نحافظ ايه على اي حاجة موجودة عندنا. هنا بقى جبت معلقة سمنة ومعلقتين زيت، وجبت بصلاية كده وسط خرطتها ناعم، وهبتدي ان انا اشوحها كده في الزيت والسمنة بالشكل ده كده. اول ما يبتدي لونها يغير كده، هنزل عليها بمعلقة توم كبيرة كده حلوة. عايزة اقول لكم التوم مهم جدا في الوصفة دي. هقلبه كده شوية، واول ما احس ان التوم كده ريحته طلعت، هبتدي انزل بعصير الطماطم بالشكل ده. بحب اصفي الطماطم زي ما انتوا عارفين، هصفيها كده وابتدي بقى ان انا احط شوية توابل بسيطة جدا كده على الصلصة، عبارة عن كمون، فلفل اسمر، كزبرة، ومكعب مرق الدجاج، بس مش اكتر من كده. هسيبها بقى تتسبك كده مع بعضها كويس جدا. اغطي عليها واسيبها تتسبك بالشكل ده كده. ما شاء الله، بصوا شكلها حلو جدا ومتسبكة حلو، والطماطم حمرا كده وجميلة. نبتدي ننزل عليها بقى بالبطاطس. البطاطس بقى مقشراها ومقطعاها قطع كبيرة كده،
تقدري انت تتحكمي بقى في التقطيعه بتاعتها، عايزاها بقى كبيره زي كده تعمليها، عايزاها مكعبات صغيره براحتك خالص، بس انا كنت حابه ان انا اعملها كده. هننزل بقى بالبطاطس اهو، بصوا حجمها ما شاء الله. هننزل بيها ونسيبها بقى تتسبك كويس جدا مع الصلصه دي. طبعا انا ضفت ملح للصلصه، ولو احتاجت تاني هنظبطها برضو. البطاطس بقى ما بتاخدش وقت على النار، يعني بتبقى هي، يعني في ناس بتحبها كمان نص سوا. بنسيبها بقى تتسبك كده شوية، بعد كده بقى لو احتاجت شوربة بنزودها، او مية عادي طالما حاطة شوربة ماجي. بس انا كان عندي شوربة فهزودها شوربة. هنزل بقى بشوية شوربة بالشكل ده كده، تاخد لها بقى غلوتين 3 كده مع بعض واطفي عليها. جربوها هتعجبكم جدا جدا، طعمها حلو كده ومختلف بقى عن صينية البطاطس، مختلف خالص يعني. كنت عاملة بقى جنبها رز بشعرية، ملوخية خضرة، وفراخ كده محمرة. اتمنى الفيديو يعجبكم، شجعوني بكومنت حلو، تشتركوا في قناتي، ودعوة حلوة كده ليا من القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.